السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وماركو عالمية وبن العالمية والمحلية. طبعا توقف الدولي في العالم كله. أفريقيا تصفيات كأس العالم في أفريقيا وآسيا حاليا. أوروبا مباريات ودية عشان خاطر اليورو إن شاء الله تبدأ يوم 14/6 الشهر ده عشان نتكلم على اليورو ونتابع اليورو كلها. طبعا منتخب مصر وفوزه على بوركينا فاسو 2-1. مباراة كانت رائعة. شوط أول نجمها الأول كان تريزيجيه بهدفين ولا اروع، ولكن الشوط الثاني كان سيء جدا. الشوط الثاني كان وحش لمنتخب مصر، ما اعرفش ايه السبب. يعني بوركينا فاسو هدت مرمى مصر كتير وهدف وشينا وانقذ كذا كوره. يعني كابتن حسام حسن غير في التشكيله. هل اصابه فتوح وغياب حمدي خليه غير الخطه او الخطه 3-5-3؟ هي خطه يعني كتير بيلعبها مش وحشه، ولكن احنا متعودين 4-3-3، واحد شمال وواحد يمين، فتوح او محمد حمدي. كان ممكن مثلا تبدا بعمر كمال في الاول وتبدا وتلعب بالخطه بتاعتك، ولكن الحمد لله المنتخب فاز 2-1 و9 نقاط العلامه الكامله. هيسافر منتخب مصر النهارده لغينيا بيساو. هيلعب مباراه غينيا بيساو المباراه الجوله الرابعه. يعني لو فاز منتخب مصر ان شاء الله بنسبه 60% صعد لكاس العالم. ولكن المشكله اصابه امام عاشور. بس امام عاشور بعض يقول لك اصابه ممكن تمنعه من السفر، والبعض يقول لك ايه، لا ده امام عاشور سليم 100% ويسافر. انا اعرف لو امام سافر خلاص يبقى امام سليم ويلعب مباراه، ما سافرش يبقى امام مصاب. كمان على الناحيه الثانيه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، وسام ابو علي لعب مع منتخب فلسطين واصاب في اللحظات الاخيره، بس اصابه كدمه. النهارده الاشاعه تبين هل وسام مصاب ولا لا. ده بالنسبه لمنتخب مصر. طبعا كله بيتكلم على الصفقات. العالم كله انتهى الموسم عنده ويدخل اوروبا في اليورو 2024. الاهلي عمل ايه؟ طبعا الاهلي كان وراء افريقيا خلصها توقف دولي، بيلعب مباراه وديه. عنده الدوري لسه عنده 19 مباراه في الدوري، الموسم ما خلص. ولكن لو الاهلي او الزمالك او اي فريق مصري انتظر لحد نهايه الموسم الصفقات هتخلص. صفقات مش هتلقى حد كويس تاخده. الاهلي بيسعى، خريطه الصفقات في نادي الاهلي شغاله حاليا، منها بنسبه كبيره ممكن كمان نسبه 100%. الاهلي خلص مع المدافع بالعابد بتاع الجزائر اللي بيلعب في اتحاد العاصمه. ده مدافع خلص، والاهلي فعلا عايز مدافع. الاهلي يعني هو بيحط زي ما قلنا الاهلي عايز ايه بالظبط قدامه كرهه على الطاوله. انا عايز ايه؟ الاهلي عايز 3 لعيبه بس. عايز مدافع، عايز مهاجم سوبر. عندنا مهاجم بس مهاجم سوبر، وعايز جناح شمال بديل لعلي معلول، او مدافع شمال بديل لعلي معلول، لان علي معلول خلاص مش هيلعب لحد شهر 1. الفتره الصيف كلها مش هيلعب، مش هيقود افريقيا ولا محليا. فبنسبه كبيره عايز مدافع شمال او جناح شمال. البعض اتكلم طبعا على عطيه الله، لسه ما فيش كلام على عطيه الله خالص لحد هذه اللحظه، وما فيش صفقه تمت لسه، الا الصفقه اللي تمت بنسبه كبيره زي ما قلت لكم زين بالعابد الجزائري. طيب الاهلي عنده المفروض 5 لعيبه في الدوري المصري. عندك علي معلول، عندك رضا سليم، عندك ديانج، وعندك بيرستاو، وكريستو خلاص عدى السن، وعندك قندوسي بره. ده انت عندك كده 6، وعندك مودست عندك 7. طب احنا عايزين 5. مين هيمشي؟ مودست كده ماشي 30/6، هيكمل مع الاهلي يكمل عادي، يمشي يعني يحق ليه يكمل مع الاهلي لحد نهايه الموسم. كريستو كولر مش مقتنع بيه، فممكن يوديه اعاره او يبيع كريستو، واحتمال لو باعه خلاص يعني مش عايزه، او ممكن يشارك في الفتره اللي جايه مثلا وممكن يتالق. عندك مين؟ عندك معلول مش هيسجل افريقيا المحليه لحد يناير. لو عرضه كويس جه لديانج الاهلي يبيعه. ليه؟ ديانج لاعب سوبر ويلعب مع منتخب مالي حاليا، لاعب دولي، ولكن احنا عندنا الزخم وعندنا لعيبه كتير في نص الملعب.
فديانج لو باعه الاهلي مش محتاجه، مش محتاج ديانج. عندك كمان القندوسي. القندوسي الاهلي هيرجع ولا لا؟ ده مبني على الصفقات اللي تيجي. لو صفقات اقوى في مكانها يبقى القندوسي مش محتاجه الاهلي، لان القندوسي لاعب مميز ولكن مكانه موجود، وده مبني زي ما قلت على الصفقه اللي تيجي. اللي كملوا الخمسه المحترفين فين؟ في الاهلي. لكن صفقات محليه لسه كتير، لان الدوري ما خلص الا بقى لو صفقه مثلا مصريه بتلعب بره، في لاعب بيلعب بره في قطر ممكن الاهلي عايزه، في لعيبه كده هو بره، واحد لاعب في المانيا برضه مصري ممكن الاهلي عايزه. ولكن الاهلي حاليا شغال على الصفقات اللي عايزها، وقاعد مركز انا عايز ايه مش عايز ايه. دي اداره النادي الاهلي. طبعا نتمنى الفوز لمنتخب مصر يوم الاثنين ان شاء الله. اتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه. لايك وشير ودعم القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.